السلام عليكم أخو، مرحبا بكم في الجزء الثاني من قصة كهف الجن. بسم الله، نبداو القصة ديالنا. خوت، الجزء اللي فات خليناها فاش جات الجنية ودخلت عندنا للقصر. نعس ديك الليلة وانا خايف من زحالف واش غادي يطرا بيني وبينو الغد ليه. فقت في الصباح وسط الجنية كتسنى فيا. شدينا الطريق باش نمشيو عند زحالف، وفي طريقنا عند زحالف تلقاونا الحراس ديالو، قالولنا فين غادي وقالوا لي شكون انت. قلت ليهم انا ود الاحمر. فاش قلتها ليهم زودوا عليا السيوف. قلت ليهم ما تهدنوا، ما عندي باش نقيسكم، ما عندي باش نقيسكم. قلت ليهم معاك المولية زحالف بغيت نتلاقى معاه. مشاو وشموا راجعين كان معاهم زحالف شافني وجا عندي شي جري، قال لي جيتي عندي برجليك. قلت لي الصراحة انا راه ما جيتش عندك باش نتقاتل معاك ولا شي حاجة. قال لي واشنو بغيتي؟ قلت لي انا فقط بغيت نسولك على امنية بنتك. قال لي ياك نتوما قتلتوها في الحرب ديالنا بيني وبينكم. قلت ليه احنا ماشي قتلنا أمنية بنت زحالف، طرا ليها واحد المشكل وماتت. قال لي واشنو طرا ليها؟ قلت ليه راه عشقات واحد من البشر وجابوا لي واحد الفقيه وماتت بسبب هذاك الفقيه. قال لي ومن بعد انت لا جاي عندي دابا؟ قلت ليه أمنية كانت متزوجة وها بنتها حتى ديك الساعة فاش شاف حفيدتو الدمعة طاحت ليه من عيني، زاد تيبكي وقال لي شكرا بزاف. انا زيد شكرك. نعنق الحفيدة ديالو. صافي داز داك النهار مزيان وبقيت مع زحالف نتعارفو. وقال لي واش تخدم معنا؟ قلت ليه فاش؟ قال لي راه خدام مع واحد الشوافة واش تخدم معنا؟ قلت ليه ما يمكنش، خاص الشوافة اللي تستدعيني باش نخدم معها ولا لا. قال لي انت عواف قال لي راه غادي تقرر تخدمك معنا باش باغي شي وباغي ولد الاحمر يجي راه تتعرفك. وديك الساعة ما كنتش انا عارف باللي زحالف دير ليا خطة هو وهاديك الشواف باش يطيحون. وافقت ديك الساعة وما قلت لتا واحد، ما قلت للوالد لتا واحد. جا النهار اللي غادي نتلاقى مع الشواف لأول مرة غادي نخرج لعالم الإنسان. جا عندي زحالف وقال لي عطيني الطلسم ديالك. عطيته الطلسم ديالي وداه الشواف. قال لي مع 12 ديال الليل راه غادي تستدعيك. قلت لي صافي واخا غادي نكون الساعة. مع 12 ديال الليل تنحس براسي شي سلاسل تيجروني، تا غيبت وفقت عند شواف. ما عرفش انا مع اول مرة غادي يستدعيني شي واحد، ما عرفش كيفاش الزم غوت وتنهد. قالت لي تهدنا انا شوافة. صافي ديك الساعة تهدنت وقلت ليها اش بغيتي مني؟ قالت لي بغيت ندير واحد السحر واحد الوزير، بغيتك طيحي ليا. قلت ليها وانا اش بغيتي مني؟ قالت لي غادي نربطك مع ديك السحر باش تقدر انت تقتل هذيك الوزير. وافقت ورجعت المملكة ديالنا. رجعت عند الغد ليه وقالت لي نهار السبت غادي نجيو عندي شي وزراء وغادي نجيب واحد المش وغادي نربطك معاه، غادي ندير السحر وسط المش. جا نهار السبت وصلت 12 ديال الليل، تنحس براسي عاوتاني رجع ليا نفس المشكل. شدوني شي سلاسل وما فقت عند شواف. دارشي هذيك الطلسم ديالي شدت واحد المش ودارتو في فمو وشربات الماء المش باش يسرد السحر.
صافي ديك المشة هو وداز واحد 3 أيام بالضبط مع 7 ديال الليل تنحس براسي داخل هداك وسط المش باقي صغير. تربطت مع ديك المش وديك المش كانت معاه الأم ديالو والأخ ديالو. ديك الساعة أنا كان ليا ضروري نتأقلم مع الجو ديال المشاش ونولي ناكل بحالهم وندير كلشي بحالهم. بغيت نسركل أنا والمشة وولدها. بقيت ندور حتى وصلنا لواحد القرية. جلست مع شي شهر هكا تناكل وكلشي عادي حتى تأقلمت مع داك الجو ديال المشاش. حتى جا النهار اللي غادي يكون فيه الشتا تطلب بزاف وكنا في واحد القرية اللي مغيسة بزاف. الأم ديالي ديك الساعة أنا ما كانش استطاعة ديالي نتمشى حقاش كان الغيش بزاف وكنت صغير في الحجم. الأم ديالي كانت مازال تقدر تهز واحد فينا، هزات الآخر وخلاتني أنا. بقيت تندير صوت القطع حتى جا عندي واحد الدري اللي ما ننساش خير اللي هو اللي غادي يكون مع هو الهاكر اللي عاوني اللي كان في الحصة الأولى. جا عندي وبقى تبعني المش الكبير وما نسيتش داك الخير اللي دار فيه ديك الدري. من ديك النهار وانا تابعو اي حاجه احتاجها تنعطيها لي واخا كنت مربوط مع ديك المش اي حاجه بغاها تنديرها لي هادشي بلا ما يعرفني وبلا ما يشوفني. وتنظن بلا ما نعاود لكم الاسطوار مع اللي دار معاه حتى نعاودو الاسطوار ديالي انا بوحدي كيفاش غادي نطيح في هاد المشكل اللي غادي ما نقدرش نخرج من هاد المش وكيفاش غادي يعاوني تا غادي نخرج منه. المهم الاخوان من بعد غادي نكتشف بلي تا هاديك المشة اللي كنت انا زعما ولدها حتى هي جنية ومشكلة في هاداك الشكل ديال القطاط وغادي نبقى نهضر معاه عادي وغادي نمشي عند هذاك الدري اللي عاوني في الحلم وغادي نشكرو انا والام ديالي زعما في القطاط. جيت عنده انا في الحلم شكرته بزاف وقلت لي راه ما غاديش ننسى خير. بقيت مربوط مع داك القد ما فاهمش انا الدور ديالي في هاد السحر. داز العام الاول والثاني والثالث ومازال باقي انا مع داك الدري والام ديالي تفك لي ديك السحر وصافي خرجات واخا تا خرجات من هذاك المش بقات معاه. قالت لي حتى انا غادي نعاونك انا وخو. جا النهار اللي غادي نهضر مع الدري اللي كان عشقني فاس اللي كان هو طايح في واحد المشكل. هدرت معاه فاس ومن تما تعارفنا. المهم فاش كملوا المشاكل ديالو قلت ليه غادي تعاوني حقاش انا مربوط مع هذا المش. رجعت للمش وجدتو حتى لعندو هدرت معاه في الصورة ديال المش قلت ليه انا هو هذا وواحد الشوافة ربطاتني معاك وخاص واحد الطلسم باش نتفك من هاد المش وهداك الطلسم غادي نديرو ليا انت باش نتفك انا من هاد المش وديك الساعة نتعادلو انا وياه حقاش انا كنت نعاونك. وافق الدري وقال لي ماشي مشكل انت عاونتيني بزاف وتا انا منساش خيرك. قال لي واش انت عارف شي حاجه اللي غادي نديروها؟ قلت ليه غادي تهبط لمراكش جبل تبقال. قال لي غادي تمشي لجبل تبقال. في جبل تبقال كاينه المحكمه ديالنا اللي شمهارو جوا الصديق ديال الاب ديالي وغادي يعاونك وغادي يحكم بيناتنا اللي خاصني نتفك من هاد المش. قلت ليه صافي واخ. قلت ليه صافي هادشي اللي غادي ندير. قال لي ما تستهنش بالامر راه غادي يواجهوك بزاف تاع العقابات في الطريق. قلت ليه هاني ماشي مشكل في حقك. قال لي انت غادي تمشي. قلت ليه السيمانه الجايه ان شاء الله نكمل اشغالات ونمشي.
المهم غادي ندوزو الخوت عند الدري الهاكر اللي كان في القصة اللي فاتت باش نعاودو لكم ليستوار مزيان. صافي هاد الجني غادي نعاونو ونشوفو كي نديرو. المهم غادي نبداو القصة دابا من عند الدري الهاكر. بسم الله. السلام خوش، كنظن بلي الجني عاود لكم ليستوار ديالو وكيفاش طاح في المشكل، وقال لي خاصك تمشي للجبل شوقال باش ممكن تعاوني وطلع لمحكمة الجن. دازت ديك السيمانة عادي، سلمت على الوالدة وقلت لها راه عندي شي شغل واحد الشهر ونقدر نرجع. المهم مشيت شديت الطريق مراكش. فاش وصلت هبط من الكار بقيت تنسول على جبل توبقال باش ما كنتش عارف الطريق ديالو. شديت الطاكسي حتى لجبل توبقال وكان عليا نطلع على رجليا حقاش ما كاينينش تماك شي وسائل النقل. طلعت على رجليا حتى لجبل توبقال ومشيت لشمهاروش. قلت ليهم سولتهم على شي واحد تعرف هادشي، صيفطوني عند واحد الراجل كاين تما ديما تيكون تما. سولتو قلت ليه عندي واحد المشكل وبغيت نحلو. قال لي شنو هو المشكل؟ قلت ليه تنضل بلاش ما نقول لك. قال لي اش بغيتي دير؟ قلت ليه بغيت نتفاوض مع المحكمة ديال شمهاروش على واحد القضية. فاش قلت ليه هكاك زاد تضحك. قال لي واش انت عبير ولا مالك؟ قلت ليه علاش مالك؟ قال لي ما يمكنش تدخل. قلت ليه علاش ما يمكنش؟ قال لي اصلا انت اش بتدير تما؟ قلت ليه راه معايا واحد الجن وعاود لي ليستوار كامل. ديك الساعه خاف على راسو وخرج. شبعتو تنجري شديتو قلت ليه عاقول لي كيفاش نتقابل معاهم وانت خرج ديك السوق. عطاني واحد الكتاب ومشى كمل طريقه. صافي حليت هداك الكتاب ومشيت ريحت تما. لقيت شي طلاسيم وشي خربيق، وفاش قلبت الصفحة وصلت ل10 صفحات الاخرين العنوان ديالو محكمة الجان للعدل بين الإنسان والجان. الصفحة الأولى مرسوم فيها واحد الطلسم خاصني نديرو ونستدعي واحد الجن واللي خاصني نذبح ليه هدهد. قررت فاش هاد الليلة غادي نذبح ليه وغادي نستدعيه. في الليل كريت واحد الدار خويتها من كاع الاتات اللي كاينين فيها. دخلت لواحد البيت وصلت ضربات الوحدة ديال الليل النيشان. دخلت للبيت وحطيت الكتاب قدامي، ريحت مربع ودزت نقرا في الطلسم ديالو ورسمت واحد العيبات قدام الكتاب وحطيت شي 7 شمعات دورتهم عليا. هزت نقرا في التعويذة ديالو. المهم ما عندكم ما ديروا بهداك الطلسم. المهم شي كلمات عاودتهم 52 مرة بالضبط. غير حضر قدامي وانا ندبح ليه الهدهد. قال لي المرحلة الأولى تمت بنجاح، هو يمشي غبر. صافي جمعت هداك الشي وحيت هداك الدم ديال الهدهد وديك الهدهد مشيت لهتو بقاش ما يمكنش ناكلو ولا شي حاجة. مشيت لهاد الهدهد وجمعت الدم وجمعت هديك الشمع بقاش مازال غادي نستعملو. قلبت الصفحة الثانية.